بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، باب نور جديد. النهاردة هنتكلم عن فلسفة السير إلى الله سبحانه وتعالى، عن لغة العاشقين، عن مفتاح النجاح والتغلب على الصعوبات. هنتكلم النهاردة عن قيمة المثابرة، سر الذين واصلوا الطريق رغم العثرات. المثابرة قوة داخلية تدفع الإنسان للاستمرار رغم التحديات. خلي بال حضرتك، الإنسان مننا يعيش في هذا العالم اللي احنا بنسميه عالم أغيار، يعني متقلب بالأقدار. تتعاقب فيه لحظات النور ولحظات الظلام، تأتي فيه الأيام بما نحب وبما نكره. ليس في الدنيا ثبات إلا على وجه الله جل جلاله. العالم اللي احنا بنعيشه يمر فيه الإنسان ببعض الابتلاءات، الأزمات، الشدائد، الصعوبات، فيكشف الله سبحانه وتعالى بها معدن قلب كل إنسان منا. يكشف الله سبحانه وتعالى من خلالها عمق يقين كل إنسان منا. هناك من إذا داهمته الشدائد والصعوبات اضطرب قلبه وضاق صدره وامتلأ توترا ويأسا، كأن هذا الإنسان يرى الفشل جبلا لا يتجاوز، فيقف عند العثرة ويضخمها حتى تعوقه عن السير، يطفئ نور الأمل في داخله. هذا الصنف هو صاحب اليأس والإحباط والقنوط. لكن هناك صنفا آخر، وهم أرباب القلوب الواثقة، هم الذين يواجهون الأزمات بطمأنينة صابرة، بثقة في الله سبحانه وتعالى. لا يجزع عند البلاء، بل يزداد يقينا بالله. يقول: لن يقدر الله إلا خيرا. يعرف أن وراء كل عسر يسرا، وبين طيات الألم حكمة ورحمة خفية. هذا الصنف يعيش غنيا بالله، يستند إلى عون الله، يتوكل على الله، يواصل المسير والسعي والعمل ولو كانت الرياح معاكسة. هذا الصنف تجد عنده هذا الجهد والعزيمة والإصرار على مواصلة العمل والاستمرار في السعي نحو تحقيق هدف معين على الرغم من وجود الصعوبات والتحديات والعقبات. وهذا هو مفتاح النجاح، وهذا هو مفهوم المثابرة. في المثابرة معنى من معاني العبادة، لأنها صبر جميل ممتد من الزمن، يختبر صدق التوكل، يزكي نية العامل. فكم من إنسان لم يكن الأذكى ولا الأقوى، لكنه كان الأصدق في المثابرة، ففتحت له الأبواب ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى حيث لم يكن يظن. المثابرة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك تعمل وتجتهد وتزرع وتترك الثمرة لتقديره هو جل جلاله. ولأجل ذلك يقول ربنا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تأمل معي قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد إلهي عظيم، وعد لا يمحى، لا يتبدل، لا يتغير، لا ينسخ. وعد ينير طريق كل سالك يتسم بسمة المثابرة. والذين جاهدوا فينا أي الذين بذلوا جهدهم ووسعهم قدر طاقاتهم وإمكاناتهم. والجهاد هنا هو جهاد الروح والفكر والإرادة، أن تبقى ثابتا في طريق الله مهما عصفت بك الفتن ومهما طال بك الطريق، أن تقاوم الشك بالإيمان واليأس بالأمل والفتور بالمثابرة. ماذا لهم؟ لنهدينهم سبلنا، أي إذا صدقوا في ذلك تكفل الله عز وجل أن يهديهم بنفسه. تأمل قوله تعالى حين قال لنهدينهم، جاءت بصيغة التوكيد حتى تبرز لنا أنها وعد لا يتخلف، أي سنفتح لهم طرقا لم يكونوا يعرفونها، وننير لهم بصائرهم، ونلهم قلوبهم ما لا يخطر ببال. الهداية ليست فقط إلى الطريق، بل في الطريق. فكم من سالك عرف السبيل لكنه تاه في منتصف هذا السبيل. أما من كان مثابرا فالله سبحانه وتعالى يتولى قيادته برفق إلى النور خطوة بعد خطوة. ثم يقول تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وهل هناك أجمل من هذه الرفقة الإلهية؟
لم يقل سبحانه وتعالى ينصرهم، لم يقل سبحانه وتعالى يعينهم، بل قال معهم، أي معهم بحفظه، معهم بنوره، معهم بتأييده، معهم بسكينته حين تضطرب القلوب. يرزقهم الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والتأييد وإجابة الدعاء وتسديد الخطى. فالمحسنون المثابرون يعيشون في معية خاصة من الله سبحانه وتعالى، يشعرون بالقرب منه في كل جهاد وصبر ومثابرة، حتى لو لم يرى الناس تعبهم. فكل من صدق في السير إلى الله لا بد أن يفتح الله له بابا من الفهم وبابا من الطمأنينة وبابا من القرب، لأن الله وعد فقال: لنهدينهم سبلنا. وجاء تأكيد هذا المعنى حين بين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حديث قصير المبنى لكنه عميق المعنى، يربي في النفس روح الاستمرار لا روح الانفعال المؤقت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن الله لا ينظر إلى كثرة العمل بقدر ما ينظر إلى صدق النية وثبات القلب. أحب الأعمال إلى الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك باب السر في طريق القرب من الله. ليس المهم أن تعمل كثيرا في يوم واحد ثم تنقطع، بل المطلوب أن يكون بينك وبين الله وصال دائم لا ينقطع، ولو بخيط رفيع من الذكر أو ركعتين في جوف الليل أو صدقة خفية كل حين. فالمحب لا يمل من محبوبه، والمخلص لا يعرف الفتور. لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هنا تختبئ فلسفة السير إلى الله. دوام العمل يربي فيك الإخلاص، لأن من داوم على الطاعة فعلها حبا لا عادة، وفعلها رجاء لا رياء. فالعمل الدائم وإن كان صغيرا يشبه النبع الصافي، يجري ببطء لكنه لا ينضب، يروي الأرض حوله ويصنع الحياة. أما العمل الكثير المتقطع فهو كالسيل المفاجئ، يعلو لحظة ثم يجف سريعا. ولذلك كانت أحب الأعمال إلى الله ما دلت على صدق العهد واستمرار المحبة. الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك كل يوم على باب طاعته، لا أن تأتيه موسما ثم تغيب. فدوام العمل القليل هو لغة العاشقين، هو إشارتهم إلى الله كل صباح: يا رب ما زلنا هنا، ما زلنا نذكرك، ما زلنا نحبك، ما زلنا نرجوك. فاثبت على طاعتك ولو كانت يسيرة، وواصل طريقك ولو بخطوات صغيرة، فإن الله لا ينظر إلى ضخامتها بل إلى صدقك فيها. وما دام العمل متصلا بالله فسيكبر في ميزانك ولو بدا في عيون الناس صغيرا. اللهم يا رب العالمين اجعل لنا في كل خطوة سعيا إليك، وفي كل تعب منا قربا منك، ووفقنا لدوام الطاعة وجميل الثقة وحسن المثابرة في سبيلك حتى نلقاك وقد رضيت عنا وكتبتنا في ديوان المحسنين. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.